بتبدأ أحداث فيلمنا يا رجالة مع سواق تريلا شقيان بينقل حاجة كده مهمة، ووقت ما كان بيمشي بتقطع عربية طريقه وبيبقى فيها 3 مجرمين، وفي لحظة بيثبتوه علشان ياخدوا الطرد اللي معاه في العربية. وبنتفرج على 2 من الرجالة هما بينوروا بالكشافات بتاعتهم جوه التريلا دي، وجوه بيبقى في صندوق عامل شبه التابوت، بس لما بيدخلوا الرجالة لجوه ويكشفوا الصندوق بيتصدموا هما الاتنين وبيقفوا بدون حركة. وهنا بيتقفل الباب وبنسمع صوتهم هما بينزعوا وبيضربوا نار، بس بيتفتح الباب من تاني وبيقعوا قدام التالت اللي معاهم وهم خلصانين علشان يشوف صاحبهم خيال لشخص، بس بيبقى مريب ومش واضح جوه العربية. ومن خضته بيرفع السلاح على الشخص ده، بس سماعينه بتخفى لدقيقة ويبص عليه تاني مش بيلاقيه. وبيتابع هنا سواق العربية وبنتفرج على المعلم ده في مشهد وهو بيتصفى وبيقع على الأرض، وفجأة في عربية وبتخبط السواق ودي تبقى فرانكي. وطبعا كالعادة بيتصفى وبيحصل باقي الرجالة. ووقت التحقيقات مع فرانكي بيسألها ضابط شرطة ويقول لها لو كانت شافت حد تاني وقت الجريمة، بس بترد عليه وتقول له انها ما شافتش حد خالص. واما بترجع فرانكي للبيت بتقابل جوزها هناك وبتحكي له عن اللي حصل معاها، وبتقول له خبطت واحد وهو دلوقتي في ذمة الله. وبتفضل فرانكي مزبهلة وده بيخلينا نشك انها شافت حاجة وما قالتهاش للظابط. وعلى رن التليفون ارضي بيرد الراجل العجوز ده وبينفعل لما بيعرف ان اللي كان جوه الصندوق اختفى، فبيطلب من اللي بيتكلم معاه انه يقلب الدنيا لحد ما يلاقي الكائن ده ويحبسه من تاني. وفي البيت بتتمشى فرانكي شوية، بس في لحظة بيتقفل الباب وراها بعد ما بتدخل للأوضة، فبتقرر تنزل مع أصحابها شوية ويقعدوا في العياذ بالله كباريه. وبتحكي بقى لأصحابها كل حاجة حصلت معاها لما خبطت الراجل المسكين ده. فيطلع واحد سخيف كده اسمه لويس وبيقول لها مش جايز كنت بتتشاتي مع حد في الفون وانت ناسية، فيسكتوه كلهم. وبتتكلم وقتها فرانكي مع واحد صاحبها قوي اسمه جونا. وطبعا هتقولي يا عزيزي صاحبها ازاي وهي متجوزة؟ هقولك صباح مروحة، اصل مدورها ومطرياها. وبتنقل فرانكي العدوى للراجل الغلبان ده. لما بتحكي له بيتخيل نفس الشخص في المكان، وفي نفس المكان بتبقى موجودة مولي صاحبتهم، وبتدي حباية لفرانكي بتبقى عاملة شبه سبستون كده، وتقول لها خدي دي وانت هتبقي زي الفل. وفعلا بياخدوا الحباية ويدخلوا يجيبوا اللي في بطنهم هما الاتنين. وهنا النور بيقطع وبتطلع فرانكي بره علشان تتفاجئ بصاحبتها مولي وهي واقفة حوالين جثث الناس اللي في المكان. وبتشوف فرانكي نفس الكائن الغريب وبتقوله انت مين يالا، وبتطلع تجري من مكانها. بس وهي بتفتح الباب بتشوف صاحبتها في وشها وبتغرق فرانكي بدمها وتموت. بعد كده بنتفرج على الرجالة وهم قاعدين مع بعض وبيسألوا عن فرانكي ومولي، وبتجيلهم فرانكي متبهدلة وتيجي الشرطة علشان تحقق تاني معاها وكأنها مكتوب على وشها مجرمة. وبيسيبهم هنا صاحبهم جونا وبيروح للبيت، بس وهو في السكة بيتخيل بالشخص ده وهو بيظهر له في كل مكان وبيختفي. وفي وقت الدنجلة بتاعته بيشوف راجل واقف قدام عربية ميكروباص كده فيشاور له جونا. وبنتفرج على واحد تاني بعجلة بيعدي من ورا الميكروباص ده، وفجأة العجلة بتمشي لوحدها من غير الراجل اللي عليها. واما يتحرك الميكروباص بيظهر الكائن ده وبيبقى عامل شبه الملكان السعيد اللي هربان من الدارك ويب. وفي مشهد تاني بيهدي ستيف مراته ويفهمها ان كل اللي بيحصل ده هيعدي وانها مش مجنونة وانه مصدقها. وبعد ما بتطلع فرانكي من الحمام بتتخض لما تشوف صاحبها جونا قاعد مستنيها، وبيضربوا 2 بيرة مشبرين وبيقعدوا يفكروا مع بعض. وبيقول لها جونا انه كان بيلف المدينة كلها امبارح وبيستغرب ان الملكان ده ما قتلوش وخلص عليه. وبيفرج جونا فرانكي على فيديو الواحدة بنفس الحالة، وبتقول الست دي في الفيديو ان الكائن ده صعب ان حد يخلص عليه وانه هيفضل يطاردها لحد ما يقضي عليها. وطبعا بنشوف لما بعد ما الفيديو اتعاد من تاني قدام كل الرجالة، وشكلنا كده داخلين على عدوى كبيرة قوي، وده لان الرجالة كده عرفوا عن الكائن ده معلومات واكيد هيظهر ليهم كلهم. وبيسأل لويس ويقول لهم ازاي المانيكان ده بيتقتل، فبيتكلم جوانا وفرانكي ويقولوا ان بيظهر في مكان، واول ما اللي بيشوفه بيبص في مكان تاني بيختفي تماما وبيظهر من جديد. وفي وهلة
كده وهم مندمجين مع الحكاية بيتفاجئوا كلهم بيه وهو واقف وراهم، وبيبقى عبارة عن تمثال كده بيضحك لكنه نينجا على كل اللي بيعمله ده. ووقت ما بيدخل ستيف المكان ويشوفوه بيختفي المانيكان ده من المكان خالص، ومهما يقنعوا انه كان موجود بيقول عليهم في النهاية شوية مجانين وبيكرشهم من البيت. ويكتب بعد كده جونا على الفيديو اللي شافه للست كومنت ويقول له ان اصحابه بيتعرضوا لنفس الحاجة، وبيطلب من اي حد بيفهم في موضوع المانيكان ده بشرط يكون فاتح محل ملابس. المهم يا عزيزي بنتفرج بعدها على السخيف لويس وهو نازل ياخد غطس في حمام السباحة، واول ما بينزل بيظهر وراه المانيكان، ونشوف تكرار للمشهد، وكل ما يقرب لويس لخط النهاية بيبدأ يقرب منه المانيكان هو كمان، لحد ما فجأة بيقطع النفس تحت المية ونشوف بقى ليل طالعة والله يرحمك يا عيل يا غيتت انت. وبالليل بتصحى فرانك مفزوعة من النوم، ولما بتقوم بتسمع جوزها وهو بيكلم نفسه، فبتتحرك كده برشاقة وتروح تسأله وتقول له مالك في ايه، فيقول لها انه شاف كابوس وحش قوي، فترد عليه وتقول له كابوس ايه يا حبيبي، فبكل تسامح بيقول لها حلمت اني خلعت راسك من جسمك وبقيتي ماشية بتدوري عليها يا حبيبتي. وبتتصدم فرانك من اللي بتسمعه وبتقول له ايه ده كده وكل حاجة هتتصلح وتبقى تمام. وتاني يوم الصبح بنتفرج على ديريك وهو واقف في الشباك ومرعوب قوي، واما بتيجي مراته بيرفع عليها السلاح وهو خايف ويديها السلاح ده علشان تدافع بيه عن نفسها، وبعدها يمشي من المكان. وفي اللحظة دي بنتفرج على كل واحد من الشلة وهو ماشي لوحده في الشارع، بس بتيجي مكالمة لجونا صاحبهم من واحد شاف تعليقه على اليوتيوب ويقول له ان اسمه فيكتور وانه معاه حل الموضوع المانيكان اللي مزاولهم ده، فيحدد معاه ميعاد وبيجري يتصل بفرانك علشان يتجمعوا في مكان واحد من غير ما حد يتأذى. بس بيكون فات الاوان مع كام واحد منهم، وده بعد ما المانيكان ظهر للناس دي وخلص عليهم. وبيروح ديريك لاصحابه وهو متعصب، وده بعد ما مراته ماتت قدام عينيه، وبيتهم ساعتها فرانكي ويقول انها السبب في كل اللي حصل للشله بتاعتهم وموت مراته. وبيكمل ديريك عصبيته وبيقول لجون انا لو مت مش هموت على ايد مانيكان لعبه يا عم. ويعرفه هنا جون انه ما ينفعش يطلع بره، وده لانه لو فكر يعمل كده هيموت. وبيحصل الكلام ده وقت دخول ستيف للبيت، وبيقول لهم في ايه يا شباب، فتقول له مراته فرانك ان المانيكان قتل ماديسون وايزابيل ولويس وليله جامده قوي سعادتك. بس مش بيقتنع ستيف بالكلام ده ويقول ان كل اللي بيحصل ده خرافات. وفي وقت الكلام بتنادى عليهم صاحبتهم، ولما بيبصوا بيشوفوا المانيكان ده وهو قدام البيت، فبيتسحب ستيف وبيطلع يقف قدامه، بس بيحذروا انه ما يقربش منه نهائي، بس بيروح يخبط على دماغه ويقول لهم ما حصلش حاجة، وبيعمل تمثيلية عليهم وكأنه بيموت، وبيقعد يضحك ويستهزأ بيهم كلهم وبيعرفهم ان دي ما هي الا خرافات في دماغهم بس. وبتقول فرانكي انها بتعتقد ان المانيكان ده بيقدر يتحرك في الوقت اللي ما بيبصوش عليه فيه بس، وبيشد ديريك كرسي وبيقعد قدامه علشان ما يتحركش، وده لحد ما يلاقوا حل للي بيحصل معاهم. وفي الشقة كده وبالصدفة بتشوف فرانكي ملف وورد على جهاز جوزها ستيف، وبيبقى مكتوب فيه مانيكان بشكل متكرر. ووقت حراسة ديريك للمانيكان بنشوف ستيف وهو بيولع فيه بإزازة نبيت، فبيعرفوا جون انه جاهل باللي عمله ده وما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل له بعدها. فيرد عليه ستيف ويقول له يا حبيبي انا مترشح لنيل الدكتوراه، يعني مش باقي على الدنيا. وبتقول له مراته انها شافت الكلام اللي كاتبه على ملف الوورد وانه محتاج فعلا مساعدة، فيديها كلمتين في جنابها ويعرفها انه لوحده وانها اختارت تكون مع جون واصحابها. وبعد ما بيدخل وبيسيبهم بتطفي النار اللي في المكان وبيختفي المانيكان تماما، علشان نشوف ستيف وهو طالع بيدور على دماغه وبيقع على الارض وما بيحطش منطق. وبيظهر المانيكان تاني بعدها وهو غرقان دم وشايل راس ستيف اللي كان بيدور عليها. وجوه في البيت بيتكلموا الشباب مع بعض علشان يلاقوا حل يوقفوا بيه
المهزلة دي. بس النور بيقطع فجأة، ولما بيدوروا بتطلع سكينة الكهرباء بس هي اللي نازلة من مكانها. وبعد ما بيشغلوا النور من تاني بيكون صاحبهم ديريك في الأوضة اللي قدامهم، وفجأة بيظهر المانيكان وراه، بس ما بيلحقوش يحذروه علشان يتقفل الباب وبيبقى هدية قيمة للمانيكان. وهنا بيدخل فيكتور اللي كلمهم وبيبقى شكله مخيف جدا، واما بيقعد معاهم بيشربوه قهوة وبيعرفهم انه وقف المانيكان ده بالفعل قبل كده، ويتكلم ويقول ان المانيكان ده اللي بتتريقوا عليه عذبني 30 سنة، وبيقولوا انه اول ما ظهر لابنه وبعدها مراته، وطبعا علشان كانوا بيحكوا لسكان القرية فبدأ يظهر للكل. كمان بيقولوا ان المانيكان ده بيخلص على الناس اللي عينهم بتقع عليه، بس علشان هو اعمى فما نالش شرف المعرفة اللي تجيبه الارض دي. وبيقول انه فضل مراقبه لحد موسكو، لكن قدر يهرب منه لحد قبل اسبوع. وهنا بيتكلم على الوقت اللي كان بيتشحن فيه المانيكان في اول الفيلم، وانه كان بيعمل كده علشان يدفنه في ملكيته الخاصة ويريح الناس من شره. وبيطلب كوباية قهوة كمان من فرانكي، ولما بتدخل تعملها له بيسأل صاحبتهم لوسي اذا كان هم بس اللي شافوه ولا لا، فتقول له انهم اخر ناس شافوه، اخر ناس عايشة. ولما بيدخل جون المطبخ علشان يشرب حاجة ويتكلم مع فرانك شوية بيسمعوا صوت، وأول ما تبص على الشباك بتشوف المانيكان، فبتقف قدامه وتقول لجون ينادي على فيكتور. وأول ما بيطلع جون للصالة بيشوف فيكتور وهو بيشطب على لوسي ويخلص عليها، واما بيجري عليه بيديله بسن السكينة بتكون في ايده علشان يدخل المطبخ لفرانكي اللي بتبقى واقفة في وش التمثال ويحاول يخلص عليها. ولما ما بيعرفش بيقول لها انه مش هيقدر ينقذهم، لكنه يقدر ينقذ باقي الناس بعد ما يقتلهم. وتفضل تجري فرانكي منه، بس بيلحقها جون وبيخبط فيكتور على دماغه ويفضل يضرب فيه لحد ما يخلص عليه. وبعد كل ده بيشوفوا المانيكان في وشهم فبيسيبوا البيت ويطلعوا لبره، بس مش بيقدر يكمل جون بسبب طعنة فيكتور ليه وبيقع على الارض ويموت. فتقرر فرانكي انها تدخل البيت وتمسك عصاية هوكي في ايديها في اعتقادها انها هتخلص عليه. بس اما بتدخل الأوضة بتتصدم لما بتشوف المانيكان وهو واقف قدام المراية بعد ما أخد حقه من اللي شافوه. وبيفضل السؤال هنا، ليه هي الوحيدة اللي فضلت عايشة؟ لو عرفت يا عزيزي اعمل لنا كومنت، وده طبعا بعد ما تعمل لايك واشتراك في القناة.